مؤخرا شفت واحد التجربه غريبه بزاف. هزو ضفدع حطو فيه الوعاء عامر بالماء، مع التسخين تاع الماء بدا يظهر كيحاول يتاقلم على الوضع لدرجه انه ما يقدش يهرب وهو يموت. الضفدع كان في ذاك الوعاء فيه الماء سخون، وبدا كيخلي الجسم ديالو انه يتاقلم مع ديك درجه الحراره، وكل ما كيزيد في السخونيه كيخلي انه الجسم ديالو يتحمل ديك درجه الحراره اكثر. مع الوقت وصلت درجه الحراره الى غلايه بزاف، وبقى في ذاك الوضع ما قدش يهرب، مع العلم انه كان عنده فرصه انه يهرب لانه كان الوعاء مفتوح. والمشكله انه الضفدع ما يقدش يهرب من ذاك الموقف اللي هو فيه، لانه كان كيفكر انه ذاك الوضع فاش كان هو الوضع ديالو الطبيعي، علم انه قادر يهرب وينقذ نفسه. الغرض ديال الضفدع هو انه كان كيحاول يتاقلم مع هذا الوضع اللي ماشي ديالو، كان كيدير المجهود ديالو باش يغير نفسه باش يتاقلم مع واحد الظروف، ولكن في الاخير مات. الدرس اللي بغيت نوصل لكم هنا انه الانسان لازم عليه انه يعرف انه ما يقدش يغير البيئه ديالو والحياه ديالو باش يتماشى مع البيئه او مع الشخص الاخر. ما خاصكش تحمل الظروف فقط باش ترضي الشخص الاخر، وما خاصكش تتاقلم مع الناس اللي راهم بك باش ترضيهم، لانه في الاخير راه كضر غير راسك. لازم تكون واعي بان الحياه اللي كتناسبك هي اللي كتخليك مرتاح وكتعيش على اساس قيمتك. اذا خليك ديما القرار بين يديك باش تعيش الحياه اللي تكون فيها مرتاح، وما تدمجش راسك مع شي واحد اللي ما مسوقش ليك نهائيا. الى عجبتك القصه وتعلمتي منها فانتاج ديري متابعه واشتراك باش يوصلك كل الجديد، وشارك الفيديو مع الناس اللي كيهمهم الامر. معكم عبد اللطيف والميلاد، اتمنى لكم حياه سعيده مليئه بالتعابير الايجابيه. السلام عليكم.